السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبتي المتابعين؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل البرتقال، إن شاء الله طريقة سهلة وتنال إعجابكم. المكونات عندي طبعا هنا برتقالة وليمونة، عندي هنا كوب من السكر، عندي هنا هذا المي الكمية، عندي هنا صبغ البرتقال هذا البودرة، عندي هنا الخابط الأبيض، هذا سائل خابط الأبيض يغير لون العصير. إذا ما متوفر الخابط الأبيض ممكن تستخدمون الحليب، هذا سعره ب 250 دينار بربع، متوفر جميع الأسواق. طبعا أحتاج أنا طبعا هنا عطر للبرتقال لكونه هو مو مركز، فراح آخذ برش البرتقالة، هذا هو طبعا عطره يكون أفضل من العطر الصناعي، والطريقة جدا سهلة. طبعا أني بارش هاي البرتقالة راح أعصرها بمكان هذه، نبلش بالطريقة إن شاء الله. آخذ عصير البرتقالة وعصير الليمونة، راح أعصرهن وارجع لكم. أحبتي عصرنا هذا الليمونة والبرتقالة هذا الشكل، طبعا هذا بعد ما نحتاجه. نيجي هنا نضيف عصير البرتقالة والليمونة، ونضيف هذا السكر كوب، ونضيف الماء، ونذوب السكر. طبعا نضيف هسه هذا البرش مال البرتقالة اللي اخذناه من البرتقالة حتى ينطيني نكهة عطر البرتقال بالعصير. هسه اضيف هذا صبغ البرتقال، طبعا هذا العود مال الشوي غذائي يعني مو ما بي شيء، اخذ هالشكل واخليه عطر. هسه عندي هذا الخابط الأبيض وعندي الحليب، أني راح أستخدم الحليب هذا لكوني عن الخابط الأبيض يعني صناعي فما راح أستخدمه، أحب أن أستخدمه يكون طبيعي. هو شنو فائدة الحليب أو الخابط الأبيض؟ تغيير لون الشربت، شوفوا شوف شلون تغير لونه. هسه كملنا شربتنا. ايش بقى عندنا؟ بقى انا خليت بيه هذا برش البرتقال، ما اريد البرش يظل بالعصير يعني يبين، فراح اتركه ربع ساعة نص ساعة الى ان العصير ياخذ طعم من برش البرتقال، وراح اصفيه بالمصفي هذا بهاي الدولكة، وان شاء الله ربع ساعة بس شوية ياخذ عطر وارجع اكمل لكم باقي الطريقة. احبتي يعني بعد ربع ساعة او نص ساعة شوفوا اكتمل عندي الشربت. طبعا كوب السكر ما كفى، ضفت له بعد كوب ثاني وهالشكل. طبعا هذا البرش اللي خليته مال البرتقال ماكو اي مشكلة اذا ظل بالشربت، بس اني راح اسوي هاي الطريقة للي مثلا ما يحب يظل عنده بالشربت، يصفيها الشكل. واكمل ان شاء الله تصفيته وارجع لكم. ورجعنا لكم احبتي بعد ان صفينا عصير البرتقال. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن لون وطعم، شوفوا ما شاء الله لونه كلش حلو واطيب من هذا اللي جاي يسوونه بالاسواق، وطريقته جدا سهله
ومن برتقاله وحده وليمونه طلعنا هاي الكميه تكفي عائله كامله، وممكن هذا تخزنونه بالتبريد. وان شاء الله اللي اول مره يدخل على قناتي ويشوف هذا الفيديو لا ينسى يشترك بالقناه ويفعل الجرس ولا ينسانا من الدعاء. انا اخوكم عبد الله العنزي، مع الف سلامه.